السلام عليكم. النهاردة هنعرف نتائج الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهنعرف كمان ترتيب الأندية بعد انتهاء هذه الجولة، وهنعرف كمان مواعيد مباريات الأسبوع 28 هتتلعب يوم السبت القادم. نتائج الأسبوع 27: نيوكاسل يونايتد 3، وولفرهامبتون 0، توتنهام 3، كريستال بالاس 1، نوتنغهام فورست 0، ليفربول 1، برونتفورد 2، تشيلسي 2، ايفرتون 1، ويست هام 3، فولهام 3، برايتون 0، لوتن تاون 2، استون فيلا 3، برينلي 0، بورموس 2، مانشستر سيتي 3، مانشستر يونايتد 1، شيفيلد يونايتد 0، أرسنال 6. بعد انتهاء مباراة الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي، 4 فرق نجحوا إنهم يكسبوا على أرضهم. نيوكاسل كسبت على أرضها وولفرهامبتون 3-0، ومانشستر سيتي قدر إنه يفوز على مانشستر يونايتد 3-1، وتوتنهام قدر إنه يحقق الفوز بنتيجة 3-1 على كريستال بالاس، وفولهام أيضا كسب على أرضه فريق برايتون 3-0. الفرق اللي قدرت تحقق الفوز خارج أرضها، طبعا 6 مباريات انتهوا بفوز 6 مباريات انتهوا بخسارة الفريق صاحب الأرض. عندنا مباراة مثلا نوتنجهام وليفربول، وانتهت بفوز ليفربول 0-1، وإيفرتون وويست هام، وانتهت بفوز ويست هام 3-1 أو 1-3، ولوتن تاون وأستون فيلا، وانتهت بفوز أستون فيلا 2-3، وبرينلي وبورموس، وانتهت بفوز بورموس 0-2، وشيفيلد يونايتد بيخسر على أرضه بنتيجة كبيرة جدا قدام أرسنال 0-6. طبعا خلينا نتكلم عن المباراة دي شوية. مباراة شيفيلد وأرسنال، المباراة كانت من طرف واحد. بالنسبة للأرسنال، الضيف سيطرة كاملة على أرض الملعب، ما كانوش مديه فرصة لصاحب الأرض أو لشيفيلد إنهم يتنفسوا حتى هدف ورا التاني، لحد ما النتيجة وصلت 0-5 في الشوط الأول. انتهى 0-5 للأرسنال. الشوط التاني بقى أرسنال دخل برضو الشوط التاني بطريقة هجومية، وقدرت إنها تحرز الهدف السادس في أول الشوط التاني، وانتهت المباراة بنتيجة 0-6 للضيوف لفريق الأرسنال. أحرز أهداف أرسنال في هذا اللقاء مارتن أوديغارد في الدقيقة 50. أحرز أهداف فريق أرسنال في هذا اللقاء مارتن أوديغارد في الدقيقة 5، وجيدن بوغل أحرز هدف في مرماه لاعب شيفيلد في الدقيقة 13، وأحرز هدف الثالث للأرسنال جابريل مارتينيلي في الدقيقة 15.
وكاي هافرتز أحرز الهدف الرابع للأرسنال في الدقيقة 25. والهدف الخامس أحرزه ديكلان رايس في الدقيقة 39. والهدف السادس أحرزه بين وايت في الدقيقة 58. مباراة الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي هتتلعب يوم السبت 9/3. مانشستر يونايتد هيلاعب إيفرتون الساعة 2:30 مساء. بورموث هيلاعب شيفيلد يونايتد الساعة 5 مساء. كريستال بالاس هيلاعب لوتن تاون الساعة 5 مساء. ولفرهامبتون هيلاعب فولهام الساعة 5 مساء. أرسنال برنتفورد هتتلعب الساعة 7:30 مساء. أستون فيلا توتنهام هتتلعب يوم الأحد الساعة 3 مساء. ويست هام هيلاعب برينلي يوم الأحد الساعة 4 مساء. برايتون نوتنغهام فورست هتتلعب الساعة 4 مساء أيضا. ليفربول مانشستر سيتي هتتلعب الساعة 6:15 مساء. وهتختتم مباراة هذا الأسبوع يوم الاثنين بين فريقي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد هتتلعب الساعة 10 مساء. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الأسبوع 27: المركز الأول ليفربول لعب 27 معاه 63 نقطة. المركز الثاني مانشستر سيتي لعب 27 معاه 62 نقطة. المركز الثالث أرسنال لعب 27 معاه 61 نقطة. المركز الرابع أستون فيلا لعب 27 معاه 55 نقطة. المركز الخامس توتنهام لعب 26 معاه 50 نقطة. المركز السادس مانشستر يونايتد لعب 27 معاه 44 نقطة. المركز السابع ويست هام لعب 27 معاه 42 نقطة. المركز الثامن نيوكاسل يونايتد لعب 27 معاه 40 نقطة. المركز التاسع برايتون لعب 27 معاه 39 نقطة. المركز العاشر ولفرهامبتون لعب 27 معاه 38 نقطة. المركز 11 تشيلسي لعب 26 معاه 36 نقطة. المركز 12 فولهام لعب 27 معاه 35 نقطة. المركز 13 بورموث لعب 26 معاه 31 نقطة. المركز 14 كريستال بالاس لعب 27 معاه 28 نقطة. المركز 15 برنتفورد لعب 27 مباراة معاه 26 نقطة. المركز 16 إيفرتون لعب 27 مباراة معاه 25 نقطة. المركز 17 نوتنغهام فورست لعب 27 مباراة معاه 24 نقطة. مركز 18 لوتن تاون لعب 26 مباراة معاه 20 نقطة. مركز 19 برينلي لعب 27 مباراة معاه 13 نقطة. المركز 20 شيفيلد يونايتد لعب 27 مباراة معاه 13 نقطة. المنافسة في الدوري الإنجليزي الأسابيع اللي فاتت دي منافسة قوية جدا بين 3 أندية، ومن وجهة نظري ال3 أندية دول هو اللي هيطلع منهم بطل الدوري. ليفربول مركز الأول لعب 27 مباراة معاه 63 نقطة. مركز التاني مانشستر سيتي لعب برضه 27 مباراة معاه 62 نقطة. والمركز التالت أرسنال لعب 27 مباراة معاه 61 نقطة. فرق مركز اللي هو التالت أرسنال لو كسب مباراة وتعثر مثلا ليفربول المباراة القادمة أو مانشستر سيتي، أرسنال هتبقى الأول فرق نقطة. نفس الكلام مانشستر سيتي فريق قوي جدا، لو أي تعثر ليفربول مانشستر سيتي مش هتسيب المركز الأول تاني، لأن الفريق ده فريق جامد جدا. وأنا شفت له آخر مباراة قدام فريق مانشستر يونايتد كان خسران 1-0 رغم الاستحواذ كله كان لمانشستر سيتي. الشوط الأول كله، الشوط التاني قدروا إنهم يضغطوا على دفاعات أرسنال بشكل كبير جدا، وقدروا إنهم يحرزوا هدف و2 و3.
وقدروا انهم يكسبوا المباراة 3-1. طبعا فريق ليفربول من الفرق اللي برضو القوية، وبيكسب يعني كسب المباراة اللي فاتت خارج أرضه، ودي حاجة تحسب له طبعا بعد عودة محمد صلاح من الإصابة، عشان هو ملعبش الماتش اللي فات. فريق ليفربول هيستعيد جهوده من المباراة القادمة. محمد صلاح من أحسن اللعيبة في العالم، فالفرصة موجودة للتلات أندية دول، وكمان معاهم الإمكانيات كبيرة إنهم يحافظوا على وجودهم في المنافسة على جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. كده الفيديو بتاعي انتهى. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس عشان أي جديد أنا أقدمه يوصلكم. شكرا.